أي عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في دبارة جديدة من دبارة رمضان. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا جلبانة بالكعابر وشوربة تريليا. تبعوا الوصفة للآخر. أول حاجة لهنا حضرنا لي زانجريديون تاعنا، حضرنا التريليا، طماطم، بصل الأخضر، شوربة فريك. كما تشوفوا لهنا أول حاجة عملناها حطينا الزيت يسخن، ومن بعد باش نحطوا البصل. انا خديت البصل متاع الوقت هذايا، معناتها البصل الاخضر كما تشوفوا التصويره. ما تنسوش الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. ان شاء الله القناه تنال اعجابكم. شجعوني بشويه كومنتارات بالاشتراك في القناه، ويعطيكم الصحه وتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله يا ربي يعجبكم الوصفه. وننصحكم تجربوها، وصفه سهله في المتناول، معناتها ما فيهاش حاجات صعيبه. جيست تبعوا لي زانغريديون كيما استخدمت انا وان شاء الله تجيكم كيما هي. باهي لهنا اول حاجه اعملناها هي اني خذيت التريليا هذيك، انا بعد ما نظفتها باش نحطها في الماء. تتصمت شوية في الماء هذاك. بعد ما تتصمت شوية نقولوا نحنا متاع 10 دقايق هكاكا يتصمت. تتصمت التريليا كما تشوفوا لنا، حطيت معها الماء. تتصمت التريليا، الماء هذاك متاع التريليا هو اللي باش نطيب بيه ان شاء الله الشوربة. والتريليا هذيك بعد ما تطيب هذيك باش نحاها وننظفها، نحي منها الشوك. وننظفها ونحطها في الاخر مع الشوربة متاعنا. لهنا حطينا البصل اللي يتقلى مليح. بعد حطينا شوية ثوم تقلوا مع بعضهم. بالنسبة لي أنا الثوم نستعملها من الأول ونستعمل من الآخر، معناتها الكونتيتي نعملها من الأول ومن بعد من الآخر نزيد نعمل شوية ما كثرش. فوالا كيما تشوفوا وصفة سهلة في المتناول إن شاء الله يا ربي تعجبكم، خفيفة ظريفة. لهنا حطينا طماطم. والله بالنسبة للطماطم أنا قليل ما نستعمل الطماطم المعجونة. الأكثرية نستعمل الطماطم ذيك اللي تتباع نقولوا نحنا العادية، ما هيش كونسونطري. خاطر الطماطم راهي كونسونطري معناتها برشا برشا، راهي ما عندهاش إيفي باهي على الصحة. مستحسن إن نقسم الطماطم، وإلا نستعملوا الطماطم الدياري، يعني نعملوها في الدار، يعني نشروها الطماطم هذيك الخفيفه نقولوا نحن الخفيفه، ماهيش طماطم كونسونطري. خاطر الكونسونطري هذيك راهو يا اما حلوها في الماء، حلوها في كيس ماء وبعد طيبوا بها، سينو استعملوا الطماطم الخضراء نتاعنا تجيكم ابان تجيكم احلى. معناتها انا لهنا تزربت حطيت الطماطم هذيك استعملتها. باهي لهنا كما تشوفوا، فوالا كما تشوفوا الفيديو. هنا الشوربه متاعنا مرقتها بالماء متاع التريليا. على حطيت الماء كله، ومن بعد التريليا هذيك باش نحطها وحدها باش نحي منها الشوك متاعها. ومن بعد نحطها في الاخر بالكل قبل ما نطفي على الشوربه متاعي، قبل ما تكمل الشوربه. نحط فوالا كما تشوفوا هنا الشوربه هذيك. بعد نحطه قبل ما نطفي على الشوربه نحط التريليا متاعي. هلا وصفة سهلة في المتناول سريعة، ونحكي لكم مش على البنة. شوربة بالحوت أعز ما عندنا احنا توانسة. ننصحكم أنا اللي يتفرج في الفيديو يجربها، راهي كسهلة كما تتبعوا الفيديو للآخر. راهي سهلة ما فيها شيء، تجيكم هكا خفيفة. بيان سور شوربة الحوت مش كي شوربة اللحم ولا كي شوربة الدجاج، تجي أخف. خاصة الإنسان يبدأ صايم معناتها وتاعب وكل شيء، هكا تحسها كل تفرهد. أنا ننصحكم بها، معناتها شوربة الحوت راهي غنية عن التعريف. أنا ننصحكم بها، راهي روعة، الحق راهي روعة. فوالا لهنا كيما تشوفوا في الفيديو باش نخلوها شوية وباش نغطوها وباش نخلوها تطيب في العقل. انا كما تشوفوا لهنا منقصه فيها على الاخر. اي اكله باش طيبوها من المستحسن انكم تخلوها تطيب في عقلها. على قد الماكله ما تخلوها تطيب في عقلها، على قد ما تعطيكم نتيجه روعه. معناتها خلوها ترتاح تطيب في عقلها تعطيكم نتيجه ما شاء الله. لهنا توا باش نشارك معكم الوصفة الثانية اللي في دبرت اليوم، اللي هي أول حاجة باش نعملوا مع بعضنا الكعابر اللحم، باش نحضروها مع بعضنا. ومن بعد إن شاء الله باش نطيبوا الجلبانة متاعنا مع بعضنا. تبعوا الوصفة للآخر وإن شاء الله تعجبكم يا ربي. باهي لهنا فوالا باش نوريكم لي زانغريديون. خديت شوية لحم مفروم،
خديت نعناع، خديت تفاح، فلفل أكحل، هروس، فلفل أحمر، ثوم وكركم وشوية ملح. هذاك الكليكا باش نخلطوه مع بعضه. فوالا كيما تشوفوا الفيديو لهنا. فوالا كيما تشوفوا في الفيديو حضرنا اللحم متاعنا. فوالا وحطينا لفاحات اللي قلتهم لكم. مستحسن تستعملوا النعناع الشايح. النعناع الشايح راهو يعطي بنة عالمية على اللحم مفروم. انا ننصحكم انكم استعملوا لفاحات الكل وزيدوا عليهم النعناع الشايح، راهو ما شاء الله روعة. لهنا باش تلم البات نتاع اللحم مفروم تاعنا. انا بالنسبة لي انا زدت شوية زيت زيتونة باش نجمو نعملو الكعابر متاعنا معناتها فاسيلمون ما تبداش تتحللنا. ونلمو هذيك المكونات اللي كل اللي عملناها نلموها مع بعضنا. ومن بعد بشوية بشوية ان شاء الله نبدو نشكلو الكعابر متاعنا واحدة واحدة. فوالا كيما تشوفوا لنا. فوالا فوالا هنا نبدو ندخلوهم المزيج، نخلوه يدخل كلها مع بعضها لداخل. فوالا ما تشوفوا ولا خليه نحاول اني ندخل المكونات في اللحم مفروم مع بعضه باش اللحم بعد يعود مفوح. معناتها ما تعودش لي زانغريديون وحده واللحم ماهوش وحده. لازم تعملهم هكاك مليح مليح باش كل المكونات كلها تدخل في بعضها. ومن بعد نبدو فوالا كيما تشوفوا هذه النتيجة النهائية. شفتوا كيفاش. فوالا هذيك النتيجة النهائية. ومن بعد نبدو ان نشكلوا الكعابر متاعنا بشوية بشوية. فوالا وصفة سهلة معناتها ما تشدش برشا وقت. مام با فهمتني تحضروا نحطوا الشوربة على جنب من بعد نمشوا نحضروا اللحم متاعنا المفروم. ما تشدش برشا وقت. انا الكلها شدت لي ممكن ساعتين من زمان معناتها الكل بعضها. ما شدتش برشا وقت الحق. أم... لا لهنا نشكلوا مع بعضنا الكرات تاع اللحم تاعنا. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. ان شاء الله ان شاء الله تعود عجبتكم القناة. اذا كان ثم ملاحظات والا ثم وصفة من الوصفات تحبوني نجربها معاكم نشاركوها مع بعضنا. علاش لا نشجعوا بعضنا ما ثم حتى مشكل. وان شاء الله تعجبكم الوصفة اللي عملتها. وان شاء الله باش نحاول اني نشارك معاكم يوميا دبارة من دبارات رمضان. معناتها نهبط لكم وصفتين 3 وصفات في نهار واحد. ان شاء الله تنال اعجابكم. ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. كما شفتوا لهنا بدينا نشكلوا في كعيبرات اللحم المفروم متاعنا بشوية بشوية في العقل. نحاولوا نكبسوهم شوية باليد باش ما يتحلوش بعد كيف نطيبوهم. أه وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. ننصحكم تجربوا الوصفات اللي عملتها. وصفة سهلة في المتناول. فوالا لهنا النتيجة النهائية. هذوما الكعيبرات متاعنا شوفوا محلاهم. باهي توا باش نعملوا باش نبدو نطيبوا. حطينا شوية زيت كما في الفيديو لهنايا. حطيت الزيت بعد كالعادة باش نحطوا البصل. حطيت شوية بصل هنا. ما حطيتش البصل الاخضر حطيت البصل الاحمر. وباش نبدو نقلوها في الزيت بشوية بشوية. على بعد باش نحطوا الطماطم بيان سور. يعني حطيت طماطم ماهيش كونسونطري. حطيت طماطم معجونة معناتها ماهيش كونسونطري. تبدا باش تبدا خفيفة شوية الجلبانة متاعنا خاطر نقولوا نحنا باللحم. ما حطيتش الطماطم الاخرى قوية. حطينا لهنا البصل وحطيت الطماطم خليتهم يتقلوا مع بعضهم. ولا كما تشوفوا الفيديو لهنا.
على هنا حطينا الكعيبرات متاعنا بشوية بشوية. على شوفوا محلاها مكعيبرات يشرهوا ان شاء الله. انصحكم تجربوها، الوصفة وصفة سهلة، ما تتش برشا وقت وما تتكلفش برشا. بنينة، ننصحكم تجربوها بالحق، بنة عالمية ما شاء الله. تنجموا تستعملوها في المقرونة، في الجلبانة، في معناتها حتى في الطاجين ان شاء الله. تو نشارك معكم وصفة كعابر، حطوها في الطاجين معناتها في بلاصة الدجاج، في بلاصة الطن، في بلاصة العظم. نحطوا الكعابر، ما نحكي لكمش على البنة زادة ما شاء الله ان شاء الله. نشارك معكم الوصفة. لهنا قليت الكعيبات لهنا متاعنا، الكعيبرات متاعنا قليتهم مع الطماطم ومع البصل باش يتماسكوا اكثر وباش ما يتحلوش لينا بعد. وخليتهم شوية في الزيت كما تشوفوا. حطيت شوية فلفل احمر. باش نحط زادة شوية فاح كما تشوفوا لهنا. انا نقولوا نحنا الكيل بالضبط مغرفة صغيرة، مغرفة صغيرة هذيك مغرفة القهوة، مغرفة صغيرة ولا. ونبدأ بشوية بشوية نحركها، وبعد نحط لها كيس ماء ونخليها تطيب في الأقل. كما تشوفوا لهنا في الفيديو ولا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، ان شاء الله تنال اعجابكم. ننصحكم تجربوها، سهلة ما تتكلفش برشا، ما تشدش برشا وقت، في المتناول، نتصور في متناول الجميع. لهنا اذا كان واحد ما يقدرش على الكعابر اللحم، ينجم يعملهم كعبر سكالوب عادي. مهم نقولوا نحنا المهم لفاح، لفاح يكون صحيح. تنسوش ديما في اللفاح ديما حطوا النعناع، راهو يعطي بنة عالمية في الماكلة ما شاء الله يباننها. هلا لنا خلينا هي تتقلى كما تشوفوا لنا في التصويرة. توا حطينا الجلبانة، حطيت الجلبانة وبديت كما تشوفوا لهنا الكعيبرات نتاعنا متماسكين ما شاء الله، ما معناتها بقوة، ما تحلتش الكعابر. وبعد باش نحط زوز كيسين ماء وخليها تدفع عقلها تاخذ راحتها. على لأن رجعت بكم شوية باش نصور لكم كيفاش نظفت التريليا متاعنا، نحيتها نحيت لها الشوك ونظفتها من الشوك، وباش نحطها ديريكت في الشوربة، في نقولوا نحنا اخر مرحلة، ونحطوها من الاخر بالكل باش تبقى، خاطر هي ديجا طايبة التريليا معناتها ما تسحقش باش تبقى برشا في الشوربة. الو معناتها الورا نحطوها في الاخر باش باش تعطي معناتها نقولوا نحنا المطعم، باش تعطي لفاح. خاطر انا ديجا كما شفتوا في الفيديو من الاول، يتفرج في الفيديو من الاول، حطيت الماء متاع التريليا ونحيت التريليا حطيتها وحدها، ومن بعد في الاخر معناتها كيف هكا في اخر الوصفه نحطها في اخر الشوربه باش ما تذوبش. خاطر اذا كان باش تحطها من الاول معناتها راهي ماهيش باش تبقى، فهمتوا كيفاش.
ولهنا كملنا الشوربة متاعنا. فوالا هذه هي النتيجة النهائية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتنال اعجابكم. انصحكم تجربوا الوصفة. ما تندموش. ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. ومرحبا بكم ان شاء الله، يا ربي تعجبكم القناة وتنال اعجابكم، وصح شريبتكم الناس الكل، ورمضانكم مبروك وبسلامة.